يا أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل وصفة صحية جدا وسهلة ولذيذة كمان في نفس الوقت. رح نعمل رز أبيض، وبجانبه كمان حنعمل طبيخ الخضار المشكل، يعني معاكي مجموعة خضار، تعالي نطبخها مع بعض بطريقة صحية. شايفين شكل الخضار كيف مشهي، والرز شكله كيف نثري، والحبة بحبتها بطريقة سهلة جدا. راح تعملي أحلى طبقين، وفي نفس الوقت كمان صحي كمان. شوفوا عندي الخضار ما شاء الله تبارك الله، شكلها مرة مشهي وطعمها لذيذ كمان. ضروري تجربوا الوصفة طبخ الخضار على طريقتي. وهنا عندي كمان الرز زي ما انتم شايفين، أنا صراحة قدمته مع الرز الأبيض مع الخضار. ممكن تاكليه مع الخبز، ممكن اللي يعجبك. طيب نسمي الرحمن ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونبدأ وصفتنا. مقاديرنا سهلة وبسيطة متوفرة في كل بيت. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك، واللي ما اشترك في قناتي يشتركوا فيها. ويلا نبدأ وصفتنا. أول حاجة في قدر على النار راح أضيف عندي مجموعة من الخضار مغسولة ومقطعة بالطريقة هذه. أنا عندي هنا كوسة وجزر وبامية وبطاطس، قطعتهم بالطريقة هذه. وحضيف عليهم لتر موية أو حسب كمية الخضار اللي عندك، يعني انتي حتضيفي الموية يا دوبك اللي تغطيلك الخضار وتخليها إلين ما تغلي. حنضيف طبعا ملح، شوية ملح عشان نطعمها، ما نكتر الملح لأنه احنا لسه حنعمل كمان الصوص اللي حنخلط مع الخضار. وحسيبها هنا إلين ما تغلي وتستوي معايا. أول ما تبدأ تغلي راح تطلع عندي، شايفين الريم، حنبدأ ناخد الريم هذا علشان يكون لون الخضار عندي صافي وجميل. ممكن تسيبيه بس يفضل ان انتي تزيلي الريم. هنا عندي بعد ما غلي الخضار عندي واستوت بالطريقة هذه، هاخد الخضار هذا واحطه على جنب، ونجي مع بعض نصلح الكشنة. في قدر على النار حضيف عندي هنا البصل. عندي بصلة متوسطة الحجم مفرومة بالطريقة هذه، وعندي زيت، وحأشوح البصل معايا إلين ما تبدأ تاخد لون عندي زي ما انتوا شايفين هنا، رجع لونها ذهبي بالطريقة هذه. حضيف عندي ملعقة من الثوم المهروس، ويا دوبك شوية إلين ما تطلع ريحة الثوم أقلبها مع البصل. وحضيف عندي قرن من الفلفل الأخضر الحار، عملت له فتحة من الوسط. وحضيف بهاراتي اللي هي عبارة عن ربع ملعقة من الفلفل الأسود، ربع ملعقة من الهرد، وعندي كمان نص ملعقة من الكاري، وعندي ربع ملعقة من الفلفل الأسود، وربع ملعقة من الكمون، ورشة قرفة. حكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. وحضيف عندي حوالي كوبين من الطماطم المعصورة، ممكن تضيفي صلصة حسب اللي متوفر عندك. أنا هنا حبيت إن الوصفة تكون عندي صحية، فأضفت كلها حاجات طازجة ما هي معلبة. إلين أسيب الطماطم إما تتسبك زي ما انتوا شفتوا. وبعد ما تتسبك الطماطم حضيف الخضار اللي أنا سلقتها من قبل. طبعا كمية الموية اللي موجودة في الخضار ضروري إن انت يعني تحطي الموية اللي هي مناسبة للوصفة، بحيث إنه لا يكون عندك الطبيخ مويته كثيرة. فأنا كانت عندي الموية مناسبة عشان كذا أنا سكبتها كلها. فإذا أنت الموية عندك كثير حاولي إن أنت تنقصي الموية. وحسيبه ياخد غلوة على نار هادئة، أوطي النار أسيبه ربع ساعة 10 دقايق إلين ما ياخدوا نكهة بعض. وصار عندي ألذ خضار جاهز. شفتوا على وصفة صحية وسهلة. نبدأ الآن بتحضير الرز. في قدر على النار حصب الزيت وحسيبه إلين ما يسخن شوية عندي. وعندي هنا 3 أكواب من الرز البسمتي،
غسلته ونقعته عندي يا دوبك ساعتين، وحأسكبه على الزيت. جربوا طبخ الرز بالطريقة هذه، صدقوني راح تعجبكم الطريقة، لأنه الرز راح يطلع عندك نثري، والحبة بحبتها ما راح يتلصقوا مع بعض. حأشوح الرز مع الزيت. أول ما يبدأ عندي يسخن الرز حأقلبه بالطريقة هذه، شايفين؟ بنفس القدر، ما راح أقلبه بملعقة علشان أحافظ على حبة الرز تكون زي ما هي وما تكسر عندي. حقلبه بين فترة والتانية بالطريقة هذه، بحيث انه تحس انه كل حبات الرز اتشوحت معايا مع الزيت. هبدأ بإضافة الملح، وحصب كمان عندي الموية. لكل كوب من الرز كوبين من الماء. نفس الكاسة اللي استخدمتي فيها الرز نفسها تقيسي فيها الموية. وحنزل الرز اللي هو في الأطراف بالطريقة هذه بهدوء عشان ما تكسر عندي حبات الرز، وحسيبه على نار عالية يغلي معايا ويشرب الموية كلها. حسيب القدر مفتوحة طبعا وأسيبه يغلي. شايفين بدأ يغلي عندي. حسيبه إلين ما يخلص الموية زي ما انتم شايفين كده، وبدأت تطلع هذه الثقوب. هنا معناته خلاص أوطي النار على نار هادية جدا، وأسيبه إلين ما يكمل بقية الموية اللي باقية. هنا عندي صار جاهز يا دوبك، وطيت النار عليه تقريبا 10 دقايق. شوفوا عندي الرز، شوفوا ما أحلاه، رز نثري والحبة بحبتها لا يمكن يتلصقوا عليكي. صار عندي الرز جاهز. حبيت ان انا احط لكم وصفة الرز مع الخضار، اللي يحب ياكل الخضار مع الرز، واللي ما يحب ممكن مع الخبز زي ما قلت لكم. شوفوا عندي الرز هنا، بسم الله ما شاء الله. ممكن تضيفي عليه لون في الأخير إذا حبيتي، أو زعفران عشان تخليه لونه أصفر وأبيض. وممكن تنكهيه بهيل وقرفة وقرنفل ورق الغار حسب الرغبة. هنا قدمته أنا مع الخضار. شايفين عندي طبق الخضار كيف مشهي؟ جربوه صدقوني راح تعجبكم الوصفة. أهم شيء إن أنتم تلتزموا بالطريقة والمقادير اللي عملناها مع بعض. وعلينا وعليكم بألف عافية. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من لايكاتكم، وتنشروا فيديوهاتي عند أصدقائكم، وانتظروني في فيديو تاني. وربنا إن شاء الله يبلغنا رمضان وإحنا كلنا بخير وعافية وصحة يا رب العالمين. استودعكم الله حبايبي في أمان الله. باي باي.